الناس اللي بتشتكي دايما ان التكييفات عندها شغاله وما بتديش كفاءه كويسه، تعالى اقول لكم واحد من اكبر واهم المشاكل اللي بتحصل المشاكل كلها ان شبكه المواسير النحاس اللي بتربط ما بين الوحده الداخليه والخارجيه هي معرضه للشمس. زي ما احنا شايفين كده، ما ينفعش ان احنا نكتفي بالعزل الابيض اللي موجود ده، لازم تتحط جوه جراب فليكسيبل يحميها زي كده، يحميها من التآكل ويحميها من الشمس. طب ليه بنقول كده؟ الشمس زي ما احنا شايفين كانت العزل اللي موجود عندنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبدأت تخش على العزل اللي موجود هنا. ولو بصينا كده، بصوا معانا، بدأت المواسير النحاس المسؤولة إن هي تنقل الفريون البارد من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية بدأت تظهر وتبان عندنا. فبكل بساطة الكفاءة بتاعة التبريد هتقل عندنا بشكل كبير جدا، لأن العزل ما بقاش مظبوط. عشان كده لازم لو أنت عندك مواسير معرضة للشمس بالشكل ده، ضروري جدا جدا إن أنت تحطها في جراب من الفليكسيبل يحميها من التآكل ويحميها من أشعة الشمس ويحميها من التدمير.